السلام عليكم، مساء السعادة. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم أول عزومة لأيام رمضان، إن شاء الله هتطلع منها بأفكار تفيدك. أنا هنا معايا فراخ، بشرحها زي كده علشان تتشرب معايا في التتبيلة. نعمل التتبيلة مع بعض. في طبق هضيف فيه معلقة من البابريكا، نص معلقة من الشطة الحمراء، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، معلقة كبيرة من السبع بهارات، معلقة من التوم البودرة، ومعلقة من البصل البودرة. معايا معلقة كبيرة من الخلطة اللي هي بتاعت المشويات. ضفت معلقتين من الخل ومعلقتين من الزيت، وهضيف نص عصير ليمونة، وهجلب التتبيلة كويس. هبتدي انزل دلوقتي بقطع الفراخ، وادخل التتبيلة في الفتحات اللي انا عملتها في الفراخ علشان تتشرب معايا كويس. يفضل ان انا ابيت الفراخ في التتبيله دي، بس انا لو مستعجله يعني عليها فاقل حاجه ساعه، وابتدي اشتغل فيها على طول. معايا صينيه هنا بحط فيها بصله كبيره وفلفل بقطعهم شرايح زي كده، وببتدي ارص الفراخ عليهم، وبدخلهم الفرن على درجه حراره 200، وبياخدوا معايا ساعه ونص. هعمل معاكم كفته. معايا هنا كيلو من اللحمه المفرومه، الكيلو فيه ربع كيلو منه دهون، وكيلو الا ربع لحمة عادي صافي. بضيف عليها بصلة كبيرة، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الملح، ومعايا معلقة من بهارات الكفتة. بضيف عليهم بيضة، وما تقلقيش من البيض هنا، مش هيدي اي معاكي طعم للزفارة خالص. معايا معلقتين من النشا. النشا هيعمل على تماسك الكفتة، ما يخليهاش تفتفت معايا او تتكسر معايا اثناء التسوية. معايا معلقة من البيكنج باودر، وهبتدي اخلط هنا الكفتة معايا. وهنا معلقة البيكنج باودر بتساعد على ان الكفتة متطلعش معايا مكتومة. بقلبها كويس، وببتدي اضيف عليها عصير طماطمتين انا ضرباهم في الكبة من غير مية خالص. هنا يا اما هخلط في الكفتة لحد ما تنعم معايا 10 دقايق، يا اما هاخدها وهستسهل الموضوع واحطها في الكبة. ولو لسه مكملة معايا الفيديو، انزلي بقى في التعليق صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. امشي على الخطوات بالظبط، وان شاء الله هتحصلي على نتيجة ممتازة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بعد ما فرمتها كويس في الكبة، انا دلوقتي هغطيها باسترتش راب، وادخلها التلاجة على الاجل خالص ساعة علشان تتمسك معايا. هنا بعد ما طلعتها من التلاجة بضيف عليها معلقتين من الكزبرة، وبخلطهم كويس وببتدي اصبعها. هنا انا معايا خليط من ميه البصل والطماطم، يعني بصلايه وطماطمايه، خدت العصير بتاعهم وضفت عليه معلقه من الزيت، وضفت عليه ملح وفلفل اسود. ببتدي امسح بيه السيخ بتاعي اللي انا بصب عليه، وبمسح ايدي بيه، وبعد كده ببتدي اصبع زي ما انتوا شايفين. بضغطها كويس كده علشان تدي معايا نفس الشكل بتاع الكفته اللي بنشتريها جاهز. المسحة اللي بمسحها في مية البصل والطماطم دي بتدي لمعة حلوة للكفتة بعد ما تستوي، وبتسهل عليا التشكيل.
دلوقتي هعمل معايا ستريبس. معايا صدر من الفراخ. ببتدي اقطعها شرايح طويلة كده، تكون سميكة برضو، مش عايزاها رفيعة خالص. بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. دلوقتي هبتدي اعمل معاكم التتبيلة. تتبيلة سهلة خالص. هضيف كوباية من المية الساقعة، وبعد كده احط عليها نص معلقة من الشطة الحمراء، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكركم، ومعلقة كبيرة من البابريكا، ومعايا معلقة صغيرة من الملح. بضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل. بخلطهم كويس، وببتدي انزل بقطع الفراخ، وبغطيهم وبسيبهم في التتبيلة دي ساعة. دلوقتي معاكم هعمل الكفر اللي انا هنزل فيه قطع الستريبس. معايا كوبايتين من الدقيق. هنزل عليهم معلقتين من النشا، وهضيف عليهم معلقة من الملح، نص معلقة من الكركم، معلقة كبيرة من البابريكا. هقلب معايا الخلطة كويس، رشة من الفلفل الاسود، واقلب معايا الخلطة كويس. دلوقتي الفراخ بعد ما قعدت ساعة، سبتها ساعة في التتبيلة، هبتدي انزل بيها في الخلطة اللي انا عملتها دي. هبتدي اقلب الفراخ في التتبيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، من فوق لتحت. بحاول ان انا اغلفهم كلهم، يعني التجليب كده يعني 10 مرات كده، وانا بجلب فيهم كده بصوابعي كده لفوق ولتحت كده، بحاول ادخل الدقيق حواليهم كلهم. دلوقتي عشان اخد الكفر نفس قطع الستريبس اللي بناكلها بره وبنشوفها بره دي، هجيب معايا كوبايتين من الميه الساقعه، وهبتدي انفض الفراخ من الدقيق وانزله في الميه الساقعه، وارجعه للدقيق تاني. ده هيعمل معايا نفس الكفر بتاع الستريبس او الفراخ البانيه اللي بنشوفها جاهزه بره. بقلبهم كويس، بحاول اغلفهم كويس بالخلطه. هوريكم قطع دلوقتي. انا اقصد ايه بالحركه اللي انا عملتها؟ شايفين الدقيق عمل ازاي؟ الخلطه دي او التتبيله دي ما بتفكش معانا احنا. خلطه الفيجيتار المعتادين عليها بنلاقيها بعد ما الفراخ تستوي، الخلطه او التتبيله نفسها، الكفر نفسه ده بيخلع عن الفراخ كده. لكن التتبيله دي هتلاقيها ماسكه على الفراخ وهتطلع معاكي ممتازه. انا بنزل بيها في زيت سخن، وما بقلبهاش على طول. هنا الفراخ بوريها لكم الكفته بعد ما استووا. هبتدي اقدم معاكم الاكل. الافكار طبعا التقديم دي على ذوقك انتي. انا بحط من تحت معايا، ممكن تحط رز بسمتي، انا معايا رز بالشعريه، وهبتدي ارص عليه الحاجه بتاعتي. يلا انزلي بقى اكتبي لي رايك في التعليقات، وما تنسيش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.